من هم داعش وماذا يريدون؟ أنا أكلم كلام مجمل لأن دي قصة طويلة. هي داعش اختصار كلمة الدولة الإسلامية في العراق والشام، وطبعا الناس بتميل للمختصرات. يعني حماس بدل ما نقول حركة المقاومة الإسلامية نقول إيه؟ حماس. وبدل ما نقول الحزب الديمقراطي السلفي نقول إيه؟ حدث. ماشي؟ فدي كلها اختصارات، يعني بدل ما نقعد نقول كلام كتير يبقى ده اختصار. هذه المنظمة منبثقة من التنظيم الأكبر الذي يتولاه أيمن الظواهري، وهم يكفرون الحكام، ويا ليتهم يقفون عند ذلك، وإنما يكفرون أيضا الجيش والشرطة وموظفي الدولة. يا ريت الجيش والشرطة بس، لو الموظفين كمان كفار. لماذا؟ لأن موظفي الدولة من جملة الأعوان. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فهناك الجنود من العسكر والجنود من المدنيين، ويقولون بأن الجنود من المدنيين هم أخطر من العسكريين، لأنهم الذين يقومون على البلاد. وهذا الكلام كلام دقيق. المجهود المدني لولاه لا يستطيع المجهود العسكري أن يقوم، ودي مسألة معلومة. يعني في الحروب العالمية كان أكبر تحدي أمام فرنسا وإنجلترا كيف يمكن الدفع بالشباب لقتال الألمان، والمجتمع ما فيش فيه رجالة، يعملوا إيه؟ ولذلك استعانت بريطانيا وفرنسا برجال المستعمرات من الجزائريين والتوانسة والهنود والإسرائيليين والكنديين لحرب الألمان، حتى يوجدوا الآلة المدنية التي تصنع لهم وتجهز لهم الإمدادات، خطوط الإمدادات والمؤن ومؤسسات الدولة والبنية التحتية، ده كله شغل المدني. فكل من يعين الحكام على استقرار أمرهم يبقى كافر، يبقى موظفين الدولة كلهم إيه؟ كلهم كفار. طبعا دي مسألة صعبة أوي، ولا نريد أن نناقشهم. فهذا الكلام كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، ولسنا بصدد مناقشة هذه الجزئية لأنها باطلة، ومناقشتها ربما تؤدي إلى بعض الأمور التي فيها لبس.